ومذل الشرك بقهره ومدبر الأمور بأمره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج العاصين بمكره أظهر دينه على الدين كله هو القاهر فوق عباده فلا يمانع والظاهر على خلقه فلا ينازع والحكيم فيما يريد فلا يدافع أحمده على إعزازه لأوليائه ونصرته لأنصاره وخفضه لأعدائه حمد من استشعر الحمد في باطن سره وظاهر جهاره وأشهد أن لا
شهادة عبد مقر بعبوديته منقاد إليه لمحبته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك والعياذ بالله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحن في شهر العتق من النيران. هل تصورت وفكرت أن تكون في هذا الشهر من عتقاء الله من النار؟ هل فكرت في هذه أن تعتق من النار؟ أن تعتق من النار. والله لئن كتبت في هذا الشهر من عتقاء الله من النار فهذا هو الفوز العظيم. لقد فزت ورب الكعبة، لقد نجوت ورب الكعبة، فما كتبه الله عز وجل لا يمحى أبدا، فما كتبه الله عز وجل لا يمحى أبدا. كتبت من عتقاء الله من النار، فيا لسعادتك، فيا لفرحتك. أيها الإخوة الكرام، خطبة اليوم بعنوان الهوية والأصالة. ونحن هويتنا الإسلام، ونحن هويتنا أننا عباد الله، ونحن هويتنا أننا من أمة خير الأنام، ونحن هويتنا الصلاة والصيام والقيام وبر الوالدين والإحسان إلى الجار. وجاهدوا في الله حق جهاده. قال بعض المفسرين: أي لا تخافوا في الله لومة لائم، لا تخافوا من عدو متجبر ولا من خصم متكبر. هو اجتباكم، هو اصطفاكم لدينه، هو اصطفاكم لدينه، اصطفاكم للجهاد في سبيله، اصطفاكم لنصرة شرعه. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج أي من ضيق، ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين لأنكم أنتم المسلمون. جاهدوا في الله حق جهاده، ولا نستطيع أن نقاتل الأعداء حتى ننتصر أولا على أنفسنا وشهواتنا وأهوائنا. وهذا درس عظيم من دروس الصيام، من دروس شهر رمضان. جهاد النفس والهوى والشيطان. أيها الإخوة الكرام، مما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطر الثريا
تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أنتم الأمة المرحومة، أنتم الأمة المرحومة، أنتم خير أمة عند الله سبحانه وتعالى وأكرمها على الله سبحانه وتعالى. ما من أمة إلا وبعضها في الجنة وبعضها في النار. يقول النبي إلا أمتي فإنها كلها في الجنة. لن يجعل الله سبحانه وتعالى عليكم أيتها الأمة عذابا في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما عذابكم في الدنيا الفتن والامتحانات والابتلاءات، الفتن والامتحانات والابتلاءات. فتمسكوا بهويتكم، تمسكوا بدينكم، تمسكوا بشريعة ربكم سبحانه وتعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال المفسرون كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم أي أصبحتم خير أمة بالبعثة المحمدية، ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصبحتم خير أمة أخرجت للناس. ما علة الخيرية أيها الأفاضل؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والمعروف ما تعرفه الفطرة السليمة، والمنكر ما تنكره الفطرة السليمة. يبقى في فطرة وفيه صبغة وفيه تكليف. الفطرة أنك تحب العدل، والصبغة أن تكون عادلا. الفطرة أنك تحب الصدق، والصبغة أن تكون صادقا. الفطرة أنك تحب الخير، والصبغة أنك تكون خيرا. والتكليف والشرع لحماية الفطرة، لحماية الفطرة من الطمس، لحماية الفطرة من التشويه، لحماية الفطرة من الانحراف. فالشرع هو الميزان الذي يبين لك هل أنت على الفطرة السليمة أم أن فطرتك انحرفت، انطمست، تشوهت. فالشرع يحمي الفطرة، الشرع يحمي الفطرة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هناك من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من أجل مصلحة بلده، أو من أجل مصلحة أسرته، أو من أجل مصلحة هيئته. يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر زكاة، حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إثابة المتفوقين وعقاب المقصرين. يجعل لو عندك مصنع وانت مدير مصنع وتسيب وتعاقب في ثواب وفي عقاب، ينهض العمل وينهض المصنع وتنهض الدول. فهناك زكاة وهناك إيمان. فالنتيجة واحدة، النتيجة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحدة، لمن يفعل ذلك زكاء ولمن يفعل ذلك إيمانا. ولكن البطولة أن تكون زكيا وأن تكون مؤمنا. ولذلك بعد
جاء ملك الغساسنة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ليعلن إسلامه وذهب معه إلى مكة المكرمة للحج أو للعمرة. فبينما هو يطوف بالكعبة إذ برجل فزاري فقير يدوس على طرف رداء الملك خطأ فيسقط رداءه فيضربه الملك فيهشم أنفه. فذهب هذا الفزاري الضعيف الفقير إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليشكو ما فعله الملك. فاستدعى عمر بن الخطاب جبلة بن الأيهم وقال له: أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ فقال جبلة: أنا لست ممن أنكر شيئا، ضربت الفتى أخذت حقي بيدي. أخذ الحق بيدي لا يكون في دولة العدل، وإنما يكون في دولة الفوضى. أخذت حقي بيدي. فقال له عمر: أرض الفتى لا بد من إرضائه، ما زال صفوك عالقا بدمائه. فقال جبلة: ما ذاك يا أمير؟ تقول إيه؟ ما ذاك يا أمير؟ هو سوقة، هو من دهمان الناس، هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ فقال عمر: نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها وأقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. فقال جبلة: كان وهما ما دار في خلدي أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. فقال عمر: ورأس المرتد بالسيف تحس، عالم نبنيه كل صدع فيه يداوى، وأعز الناس وأقوى الناس مع العبد والسعلوك تساوى. هذا هو زمن المبادئ، زمن العدل، زمن الحق، زمن التمسك بالهوية والعمل بالهوية. ثم زمن الأشخاص، ثم زمن الأشياء. قيمة الإنسان متاعه، يعني الناس بتقيم الإنسان بإيه؟ بما عنده، عنده عمارة، عنده عربية فخمة، ثيابه غالية اللي لابسها. أصبح الناس يقومون هكذا، أصبح قيمة الإنسان متاعه، قيمة الإنسان متاعه. زمن الأشياء تبدل فيه القيم، يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق، وينطق فيه الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتحدث في الأمور العامة. زمن تتبدل فيه القيم. الذي يخلص ويقول الحق يتشدد، والذي ينافق مرن.
سياسي يعرف يمشي حاله ديننا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه منكم حتى تعودوا إلى دينكم. ملكنا هذه الدنيا القرون وأوضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا. بنينا حبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون، شباب زللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العلينا. وإذا جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين، كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فأبى أن يقيد أو يهونا. وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي بعد أن عاشوا أئمته سنين. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر: أين المسلمون؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى ديننا عودا جميلا، وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عودا جميلا، وأن يعيد إلينا عزتنا وكرامتنا بفضله وكرمه، إنه ولي ذلك مولاه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونطلب العون والسداد منه، نشكره ولا نكفره، ونترك ونخدع من يغفره. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. عبد اللطيف فلما رآه وفهم في وجهه أنه يريد أن يقتلوا أباه دخل البيت وقال: انظر بنفسك يا أبتي، الموت الموت. فقال له: أن استقل على أبيك يا بني أن يموت في سبيل الله، أن يموت في سبيل الله، وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباه وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا واعتصموا بالله هو مولاكم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم المصير. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب واكشف عنا الكروب واشف منا المرضى واجعلنا يا ربنا كما ترضى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واسترنا في الدنيا والاخره. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. امين امين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء